اليوم اخواننا انتم في البلديه جهودكم واضحه ما شاء الله، نشوف الشوارع نظيفه هني. شو اللي صاير السنه هذه؟ شنو مجهوداتكم؟ شنو دور البلديه بشكل عام في الاعياد الوطنيه؟ والله للأمانة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أول شيء أبارك لصاحب السمو حضرة صاحب السمو أمير البلاد والشعب الكويتي والمقيمين على أرض البلد. فالصراحة يعني السنة هذه غير. السنة هذه طبعا القرار اللي طلعوه بخصوص البالونات، منع البالونات والرشاشات الماي، للأمانة اختلف علينا الوضع بتاتا. يعني شفنا الشوارع نظيفة، حتى الناس قاعد تمشي باريحية، ما في أي مشكلة ولا أي مشاكل ولا تصادم ولا أي شيء. وقاعد احنا يعني شغالين على طبعا نرصد المخالفات في الباع المتجول اللي يبيعون طبعا بالشوارع، وطبعا موفرين عمالة حق طبعا اللي موجودين اخواننا في وزارة الداخلية. وطبعا الحمد لله يعني الامور انا اشوفها في يعني ماشيه بافضل يعني وجه ممكن. ابو عبد الله، في حال ان رجال الداخليه رصدوا مخالفه حذف الوانات يتعاملون معاها مباشره ولا يحولونها عليكم؟ طبعا اي مخالفات يرصدونها اخواننا في وزاره الداخليه على طول راح تتحول على الجهه البلديه عندنا، يعني واحنا راح نتخذ طبعا الاجراء اللازم. طبعا نحرر له مخالفه. المخالفه تتراوح بين كم وبين؟ يعني مخالفه الباع المتجول طبيعي يعني 100 دينار. 100 دينار. طبعا تفتيش كان مثلا ان تشوفون عنده مثلا يبيع بالونات او يبيع مرشات او الامور هذه مخالفه. طبعا هذه على طول مخالفه. ما فيها مجال. على طول ما فيها مجال. هذه مخالفه طبعا نرصدها بنفس الوقت يعني. وطبعا نخالف وماشيين على الامور هذه الحمد لله. والامور نفس ما تشوف يعني. الحمد لله ما في الا كل خير، ماشيه من اروع ما يكون. الله يعطيك العافيه. الحمد لله. يا مرحبا.